بصوا القمر ده، بصوا الجمال القمر ده. الحاجات دي المطلوبة في الصيف يا جماعة، في عز الحر كده. ايه دي الحاجات اللي مطلوبة، مش مستاهل ان احنا نقف في المطبخ وكده. قبل ما نبدأ تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كومنتات صلوا فيها على النبي. القمر ده بقى عملناه ازاي؟ طبعا احنا في الدنيا حر وزهق وملناش يعني طاقة نقف في المطبخ، والجو بقى عايز حاجات ساقعة ومش عارف ايه، فالقمر ده بقى هنعمله مع بعض. جبنا مع بعض كريم كراميل، اللي هي العلبه الباكت اللي بتتباع دي. جبناها بيبقى فيها اللي هو الباكت السايل ده والبودر. خدنا جبناها احنا الكبيره الباكتين السايل. بدأنا نحطهم في صينيه ونفردهم كده. في حله بقى معانا هنجيب معانا كوبايتين لبن، ونحطهم زي ما انتم شايفين كده في حله عشان هتترفع على النار. هنحط كوبايتين لبن ومعلقه ونص كده نشا، وهننزل عليهم باللي هو الكيسين البودر بتاع الكريم كراميل، وهنقعد نقلب فيهم كده ونطلع بقى على النار لحد ما يتقلوا معانا. هتشوفوا دلوقتي لحد ما يوصل لأنهي قوام. اهي بدأت تنزل بالكيسين البودر، وتقلبهم كويس جدا. بعدين بقى هتطلع تحطهم على النار، هتفضل برضو طول ما هم على النار هتفضل برضو تقلب اهي، وتجيب كده عشان ما تكلكعش معانا. تجيبها كده من فوق لتحت ومن الجناب لحد ما يوصل معانا القوام ده، قوام كريمي كده، يبقى كريمي معاكم اهي. طبعا الصينيه كنا احنا دهناها. هنجيب بقى بعد ما حطينا في الصينيه كده، وبعد ما عملنا الكريم كراميل، بعد ما عملنا اللي هو يعني على النار ده، بدأنا ناخدهم بقى ونحطه على الصينيه، على الطبقه اللي احنا شايفينها دي كده. بقى نحطه ونفردها علشان دي هتدخل في التلاجة لحد ما تجمد خالص. تجمد تبقى كده، يعني مثلا نيجي نحط صباعنا ما تغرسش، لا تبقى طبقه جامده. هي ساعة في التلاجة هتجمد. تتحط ساعه في التلاجة اهي كده. هنفرده في كل الصينيه. جبنا بقى ده دخلنا بقى التلاجة وخلاص. جبنا بقى في حاجه غويطه برضو نص كوبايه سكر ونص كوبايه زيت عليهم نص كوبايه لبن ومعلقه خل، وكل ده بقى قلبهم مع بعض. زيت نوع نضيف، زيت نوع ولا ليه نضيف. ريحة ولا حاجة، يبقى نضيف. هنحط عليهم كوبايتين دقيق ومعلقتين كاكاو خام، وهنقلب كل ده مع بعض. بالاضافه هنحط عليهم كمان ذره ملح ومعلقه بيكنج باودر. احنا حطيناهم بس امتى؟ علشان حصل معانا معركه بصراحه ربنا يعني واحنا بنعمل الكلام ده، فاحنا حطيناهم بعد كده، يعني احنا هنحطهم دلوقتي اهو. طبعا انتوا هتلاقوها تقيله معاكم، فهننزل عليها بكوبايه واحده ميه مغليه كده. المقادير تمام هتطلع مظبوطه معاكم. اهي معلقه البيكنج باودر وذره الملح، بس ده تتحط زي ما قلت لكم مع الدقيق في الاول، احنا بس هنا نسينا. ودلوقتي بقى هننزل بكوبايه الميه المغليه، تحطوها عليها كوبايه ميه مغليه، تقلبوها كده تبقى الكيكه بالنسبه لنا يعني جاهزه. بعملنا دي على بال ما الكريم كراميل اللي في التلاجة جمد زي ما قلنا لكم ساعه. نقعد نقلب بقى كده لحد ما تبقى كلها في بعضها، توصل معانا للقوام ده اهو. طعمها حلو جدا جدا، حلو قوي. كمان بتتاكل ساقعه، فاللي هي ترطب في الجو النار اللي احنا فيه ده. بصوا هنا انا بحط لكم صباعي علشان اوريكم ان هي مش بتغرز، لا نشفت يعني جمدت. هننزل بقى كده بالخليط اللي احنا عملناه ده بالكيكه دي. جبنا بقى صينيه هنا، ماما كانت بتشوف يعني الصينيه تدخل جوه دي ولا لا كده، وهتحط برضو جواها ميه سخنه. هي بس هنا كانت فيها مطرحها دقيق يعني. هتحط جواها ميه سخنه بالشكل ده، وهتحط عليها، هتحط في قلبها الصينيه وهتدخلها الفرن. المية المغلية اللي في الصينية دي علشان الكراميل اللي من تحت ما يتحرقش، ده بيحافظ عليها. وتدخليها بقى الفرن، هتقعد 45 دقيقة، وتعملي لها اختبار بخلة الشيش طاووق كده، تتأكدي ان هي مستوية من جوه. كانت طلعت ودخلناها التلاجة، قعدت ساعتين. بعد ساعتين طلعناها، حطيتها في شوية مية دافيين كده بس عشان ايه تفك، وسلكتها من الجناب. وهنا بقى النتيجة اهي. بصوا العظمه، هنا سأسقط قليلا. جميله قوي، حلوه جدا. الكراميل ده كده لا عظمه بجد. هنا بتقطعها بقى عشان توريها لكم يعني من تحت وكده. عايزه اقول لكم هي ما قعدتش عندنا، والحاجات دي بتبقى يعني
في الحر كده الواحد بيبقى محتاج حاجات مسكره كتير، وهي كمان عشان ساقعه فهترطب علينا. لا حلوه قوي. جربوها مش هتندموا. ما بتقول لكم جربوها مش هتندم. بس القمر ما شاء الله. انا عماله اشد منها على الطبق. طعمها حلو قوي بجد، حلوه جدا. جربوها بجد، حلوه جدا وهتعجبكم قوي. كده الكل بقى هنا لازم نتغدى في قلب الفيديو. انا بتوريكم بقى الطبقات يعني وكده، بوريكم الكيكه من تحت وطبقه الكريم الكراميل اللي من فوق شغل فاخر من الاخر يعني. بدأت بقى تقطع لكل العيلة الكريمة. صوت جمال حلوة جدا. تسلم ايدك يا ست الكل. ميرسي. هنا كنت عمالة اقول لها يا ستي هاتي بقى، عمالة تاكل وسايباني. لا بس فعلا تستاهل ان انتوا تجربوها. وبس يا جماعه كده الفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش تعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني في صفحتي على الفيسبوك.